اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. فيديو جديد وروتين جديد، يا رب يعجبكم. ما تنسيش بقى لو اول مره تشوفي القناه بتاعتي تشتركي فيها وتفعلي زر الجرس على الكل عشان كل فيديوهاتي ان شاء الله تشوفيها اول باول. نسمي الله ونبدا الفيديو بتاعنا بداته من الساعه 8 الصبح، خلاص العيال راحت المدرسه، وقلت اعمل بقى فنجان قهوه كده علشان افوق وصحصح كده. طبعا بصوا، المفروض ان انا اصلا اليوم ده ما كنتش يعني كنت بادئه بقى ان انا هعمل روتين وهعمل حاجات كتير في الشقه. بس اللي حصل يعني عارفين انتوا اللي هو ايه، لما تفكروا هنعمل واحد اتنين تلاته مثلا وفجأة كده لا، ده احنا غيرنا البرنامج، يعني خلاص مش هنعمل واحد، مش هنقول واحد اتنين تلاته. فهو ده اللي حصل بالظبط. يعني كان في نيتي بقى ان انا صاحيه الصبح والدنيا تمام وزي الفل وهعمل وانفض واعمل، وكان في دماغي هعمل شغل كتير في الشقه. بس اللي حصل بقى مشيت. هتشوفوا معايا دلوقتي وهتشوفوا بقى مشيت رحت فين وعملت ايه، هتشوفوا معايا. طبعا هو الفيديو زي ما انتم شايفين مش طويل، لان انا اساسا زي ما قلت لكم ما كانش في نيتي ان انا هصور. يعني لا، انا كان في نيتي ان انا هصور في الشقة هنا عندي وهعمل روتين وهظبط وهعمل حاجات كتير في الشقة. بس ايه، العبد في التفكير والرب في التدبير حقيقة والله. المهم بقى ما اقول لكم انا بعمل ايه هنا. بصوا، كنت عايزة افطر وسلقت بيضة. انا ساعات بسلق بيضتين، بس هو انا ما كانش عندي بيض اساسا كتير، فسلقت بيضة واحدة. وقلت هعمل بقى ايه شوية سمسم معاها، لان بصوا صراحة يعني السمسم بيبقى تحفة كده لما بتاكليه مع البيض المسلوق، مع حتة جبنة عبور، جبنة في اي نوع جبنة، يعني اي نوع جبنة. بصوا الاكلة دي بعشقها كده، سمسم مع جبنة مع بيض، تحفة صراحة. يعني مع بقى خيارية، جرجير، الحاجات الخضرة دي مهمة برضو، علشان يعني انتوا عارفين ان الحاجات الخضرة دي مهمة جدا يعني. خلاص بقى كده طحنت السمسم. وطبعا المطحن انا ما بغسلوش كتير لانه بيصدي. يعني هو اساسا برضو نوعه مش قد كده. يعني الخلاط ده انا كنت جايباه ب200 جنيه، فمن زمان من زمان خالص، يعني مثلا هنقول من 7 8 سنين كده، من زمان قوي. يعني انا مش فاكرة من امتى، بس بعد جوازي يعني كنت جايباه ب200 جنيه. فانتوا عارفين بقى 200 جنيه مش حاجة خالص اصلا يعني. بس المطحنة بتاعته مش قد كده يعني، فما بغسلوش كتير، بمسحه كده بأي قماشة او فوطة يعني نظيفة. هنا بقى انا كنت مشيت بقى، تعالوا بقى شوفوا كده انا رحت فين ومشيت. وبصوا، اللي هو زي ما قلت لكم في دماغي ان انا هعمل حاجات في الشقة فمشيت. بصوا بقى، هنا جوزي راح الشغل ورجع، يعني زي ساعة زمن كده ورجع، ولا ساعتين زمن ورجع. قال لي يلا ايه نروح، يعني نروح عند والدتي ووالدي يعني. فقلت له ماشي. طبعا اليوم ده عديت على العيال جبتهم من المدرسة، علشان انا كنت المفروض هتأخر هناك. يعني انا كلمتهم الصبح كده وقلت لهم انا جاية شوية كده جاية. طبعا ماما زي ما انتم شايفين عملت اكل، واحنا صراحة كنا عايزين ناكل محشي، فعملت لنا المحشي زي ما انتم شايفين. انا رحت بقى لقيتها سلقة الورق ومسبكة وعاملة فراخ وعاملة ارانب، اللهم صل على النبي، وعاملة ايه كمان وواقفة بقى على ايه، على المحشي. انتوا عارفين الشتاء بيحب المحشي اساسا. احنا تقريبا طولة الشتاء اساسا يعني بناكل محشي. يعني هتشوفوا معايا في الايام اللي جايه هقرفكم بالمحشي، يعني كل يوم. لا مش هقول كل يوم، هنقول كل مثلا يومين. يعني ممكن في الاسبوع مرتين ثلاثه نعمل محشي يعني. ما بنزهقش صراحه منه، وعيالي بيحبوه ما عدا بس ابني الكبير. فالمهم ان احنا كنا عايزين ناكل محشي. طبعا عملت لنا محشي بقى زي ما انتم شايفين، محشي كرنب، وعملت لنا محشي فلفل وبتنجان وكوسه في حله تاني طبعا هتشوفوها معايا دلوقتي. بس وهنا ده بقى لسان العصفور كانت حمرته اهو. بصوا بقى الفلفل، قصدي الحله التانية بتاعت الفلفل والبتنجان والكوسه. طبعا بنسقيه كده بالشوربه زي ما انتم شايفين الشوربه خطيره، كان طعمها تحفه، تحفه التحف.
تسلم ايديها طبعا. انا رحت بس ما عملتش حاجه غير ان يعني لفيت معاها الورق يعني، يعني حشيت معاها المحشي بس كده، ما عملتش اكتر من كده والله. كانت هي عامله كل حاجه، ربنا يديها الصحه وطولة العمر، هي وبابا طبعا. هنا بقى كان في مشكله عندي بقى، كنت واقفه عماله اقول لها ايه، طب انا كل ما بعمل محشي ساعات بيعجن مني، وفعلا والله انا ساعات المحشي بيعجن مني خالص وبحس ان انا لا يعني ايه اللي انا عملته ده، طب هو عجن ازاي، طب ايه اللي حصل. بصوا، فانا بقول لها ايه، بقول لها انت ما بتحطيش شوربه كتير للمحشي. قالت لي ما انا لو حطيت شوربه كتير هيعجن مني. قلت لها تصدقي هو بيعجن مني بسبب كده. قلت لها تصدقي بيعجن مني بسبب كده. فقالت لي لا، المحشي ما بيتحطلوش شوربه كتير يعني. طبعا في ناس بتعمل المحشي بميه، يعني مش احنا مش من الناس دي خالص خالص، يعني في ناس بتعمل المحشي بميه، والله في ناس انا اعرفها بيعملوا المحشي بميه، فاحنا مش من الناس دي خالص يعني. المهم قلت لها يعني انا بقى المحشي ساعات بيعجن معايا بسبب كده. فقالت لي اه. عايزه اقول لكم بقى انا عملت محشي النهارده. النهارده ايه؟ النهارده الحد. صورت طبعا، يعني الفيديو اللي جاي تاكدوا كده هو محشي. آم، عملت محشي، بس بصوا كان تحفه بقى. عملت زي ما هي قالت بالظبط، يعني الشوربه حطيتها كده اللي هو بقى ايه، يعني لا يعني بصوا زي ما هي عملت بالظبط كده. فهتشوفوا بقى المحشي، وبصوا عايزه اقول لكم كان طعمه خطير خطير خطير. هنا بقى كنت بسرق توم. ما كانش عندي توم، وكنت بقول لها يا ماما انا ما عنديش توم، فقالت لي ده انا عندي توم كتير، خدي من عندك المشنة هتلاقي فيها توم. توم وبصل بقى، قالت لي لو عايزه بصل اخضر خدي، عايزه توم خدي. المهم خدت بقى يعني راسين توم كده، هما يعني متفصصين كده بس، قلت تمام يعني حلوين مش وحشين، لان ما كانش عندي توم. وعايزه اقول لكم التوم الكيلو ب140 جنيه، يعني النص كيلو بكام؟ النص كيلو ب70 جنيه، وطبعا فاضي بقى من جوه، يعني انا شفته كده في السوق فاضي. فقلت مش مشكله بقى، يعني هجيب من عند ماما كده، هي كده كده اساسا عامله كده برطمانات وشايلاها في الفريزر يعني، فده عندها زياده يعني. فقلت اجيب بقى ايه من عندها يمشيني لعند ما اروح السوق بقى، واجيب يعني اجيب بس يكون حلو ما يكونش وحش، لان اللي انا شفته كان فاضي. بس هنا خلاص بقى كنا خلاص بنحمر، وزي ما انتم شايفين طبعا الطاسه دي في كل بيت مصري، يعني ما حدش يقول لي الطاسه دي عند الكل، وعندي انا كمان واحده اختها. بس كده الفيديو خلص، اشوفكم على الف خير، سلام عليكم.